بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب يا رب دايما تكونوا بألف خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. النهاردة بنفرز معاكم البامية، والبامية ده توقيت بتاعها ووقتها انكم تفرزوا فيه أحلى شوية بامية خلال فترة الصيف اللي هي ما بين شهر 6 و7. وفي ناس طبعا بتحب تجيبها طازة، لا يا جماعة فرزوها وهتطلع زي الطازة وأحلى كمان. بس الفكرة كلها في التفريز، في طريقة التفريز اللي انت بتفرزي بيها. هل هي طريقة صح ولا طريقة غلط؟ هي دي اللي بتفرق. دلوقتي انا جايبة كام كيلو حلوين هفرز بامية مقمعة، اللي هي البامية مقوطة متسبيكة او تخديعة. طبعا انا بقمعها من فوق زي ما انتوا شايفين، وباخد حتة صغيرة قوي من تحت. ما بقطعهاش بشكل كامل. هي دي البامية المقوطة اللي بتتعمل. بعمل ايه؟ بخلي الميه تغلي، احط ميه كده زي ما انتم شايفين في الطبق السلستين، واحط معاها معلقتين سكر كبيره، واحط معاها 3 ليمونات كبار. الليمون مع السكر ماده حافظه، انصحكم ما تحطوش بيكربونات الصوديوم. اي نعم ممكن يعمل لكم لونها او ان هو يزيد في لون الخضار بتاع الباميه، بس صدقوني ما بيبقاش حلو في التفريز نهائيا. هحط لكم بيكربونات الصوديوم بس بطريقة تانية للبامية، وهقول لكم تعملوا ايه، وهيبقى في نفس الفيديو. بس حاجة غير البامية المقمعة اللي هي البامية ام طماطم او اللي هي بتسبيكة او زي ما قلت لكم التخديعة. وهفضل اقلب من فوق لتحت زي ما انتوا شفتوا، من فوق لتحت، بحيث ان البامية كلها تتعمل في قلب حبايب البامية. هفضل اقلبها من تحت وفوق لحد اما كلها تتفاعل مع قلب المية. شايفين البيكربونات الصوديوم انا حطيتها فين؟ في طبق تاني برضو، حطيت فيه ميه وحطيت فيه معلقتين سكر وحطيت فيه 3 ليمونات برضو كبار، بس حطيت فيه شويه بيكربونات الصوديوم. ليه؟ لان انا هعمل الباميه الويكه الخضراء، اللي هي الباميه الويكه الصعيدي على الطريقه الصعيديه. بفرزها ازاي؟ ليها طريقه غير طريقه الباميه المقمعه اللي هي بتسبيك الطماطم. انا اهو دلوقتي بقلب فيها وسايباها في الميه. اول ما تبدا تغلي هوب احطها في قلب المصفى، وتحت الميه الساقعه اعمل لها صدمه على طول. عندك ميه ساقعه هيكون افضل وافضل. حطي وطلعي كل السخونيه منها وبرديها بالميه. دي يا جماعه الباميه الويكه الخضراء اللي هي بنعملها على الطريقه الصعيدي. انا دلوقتي الباميه الويكه لو قطعتها زي يعني عفوا الباميه التانية ما بقطعهاش، دي مقطعوها. دي لو نزلتها في الميه زي التانية اللي هي الباميه متسبيكه عادي جدا بتتحط في قلب الميه. لكن دي لاحظوا ان انا مقطعوها، ما حطيتهاش في قلب الميه، لا حطيت مصفى فوق الطبق وافضل اقلبها. ليه؟ لان انا مقطعاها، مش عايزه الماده الجيلاتينيه تضيع مني، لان الماده الجيلاتينيه في قلب الباميه هي دي الفايده كلها. انا دلوقتي قطعت الباميه ونزلتها في الميه، راحت عليا فوائد الباميه كلها. فانا احطها في قلب المصفى بحيث تتبخر، الميه بتاعتها تتبخر وتطلع على الباميه من فوق، بالسكر اللي انا حطاه، بالليمون كمواد حافظه، ببيكربونات الصوديوم اللي هيحافظ لي على لون الخضار بتاع الباميه. ما تحطوش يا جماعه في التانية، اهي التانية اهي طلعتها وبعملها تحت الميه. ما تعملوهاش نهائيا تحطوا فيها بيكربونات صوديوم، صدقوني بتغير طعم الباميه. اي نعم ممكن تحافظ لك على حته الخضار، لا انا عايزه طعم مش عايزه خضار. بس الباميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين قدامكم، خضرة وجميله. ودقت طعمها وهي نيه كده، بعد ما سلقتها طعمها زي السكر. بعد ما بسيبها في قلب المصفى وبعملها بالميه، بسيبها كذا ساعه لحد ما تصفي ميتها خالص. صفت ميتها، هاتي صاج كبير وحطي عليه فوطه وانزلي بقلب الباميه، افرديها في قلب الصاج تحت الفوطه، بحيث لو في حاجه لسه بتنزل ميه من الباميه او الباميه لسه بتنزل ميه بسيط تكون نشفت نهائيا. بس صدقوني قبل ما اعمل خطوه الفوطه دي كانت الباميه ناشفه معايا في قلب المصفى، لانها سبتها كذا ساعه تصفت براحتها خالص. تمام كده. بصوا الباميه طالعه بسم الله ما شاء الله جميله ازاي قدامكم بعد ما فردتها في قلب الصاج، وخضره ومحافظه على لونها زي العسل. وجايبينها من فلاحه، شاريينها من فلاحه، بصراحه طعمها زي السكر. يعني احنا اشتريناها من واحد، واشتريناها من قبل ما نشتري من الواحد اللي احنا بنتعامل معاه ده
من واحدة فلاحة. بتاعة الفلاحة طعمها زي السكر، اكنك حاطين كده في الباميه سكر. انتوا كده عرفتوا الطريقتين بتاعه الباميه المقمعه اللي هي متسبكه، والباميه الويكه اللي على الطريقه الصعيدي الخضراء. كده انا عملت لكم الطريقتين قدامكم يا جماعه. الطريقه دي مضمونه 100%، ما بتبوظش معاكي الباميه. الباميه بتفضل محتفظه بلون الخضار اللي فيها، وبتبقى فظيعه. طبعا دي ايه، اصغر الاحفاد عندنا. دي رؤية بنت اختي، الحته السكره والحته اللي في الشمال، يعني قلبي وحياتي كلها. طبعا هي بسم الله ما شاء الله عندها 2 سنين بس. علموا عيالكم في السن ده ان هم يساعدوكم، يطلعوا مش اتكاليين او بيعتمدوا عليكم، لا. وهي بسم الله ما شاء الله بتحب تحافظ وبتحب تساعد وفي منتهى الجمال. وفي واحده قاعده جنبي غيوره جدا جدا جدا، والجيره واكلاها عشان دي الكبيره بتاعتنا. فايه متغاظه وعندها حته جيره من عيله صغيره عندها 2 سنين، وقاعده بتعمل لي كده ان هي هتذبحني. طبعا ولاد اختي ربنا يبارك لي فيهم ويخليهم ليا، دول اولادي قبل ما يكونوا ولاد اختي. وطبعا الصغنن ده في حته تانية خالص، اسمها رؤية، الله اكبر عليها ما شاء الله، ربنا يحفظها ويبارك فيها. حابه تساعد خالتها، فايه بتعمل الاكياس مع خالتها، بتساعد مع خالتها. طبعا الاكياس اللي بتعملها رؤية دي اول حبه احنا اشتريناهم من الفلاحه، لكن بعد كده انا بقى اللي فرست وعملت الكميه اللي وريتها لكم على النار. لا دي كانت كميه ما شاء الله كتير، عملت معايا 8 اكياس. فهنا بتفرز بتوازن ما بين الاكياس، بتحطي هنا قد هنا. طبعا جننتني وطلعت عيني ودلقت ربع الباميه في الارض، بس مش مشكله، المهم ان هي ساعدتني. وطبعا عفصت بايديها ومفيش اي مشكله، بس المهم ايه، ان الباميه طالعه من ايديها تبقى طعمها زي السكر. كده انا زعلانه من رؤية. ايه غيرانه ليه؟ وانت غيران ليه؟ تعالي يا لوحي، تعالي اتكلمي. يلا تعالي اتكلمي، مش انت كنت في الفيديو بتتكلمي؟ تعالي، انت كنت بتعملي ايه مع القطه؟ راحت فين؟ اهي سكتت خالص، عرفت ان انا بسجل. ربنا يبارك يا رب في ولادكم ويخليهم ليكوا ويخليكوا ليهم وتفرحوا بيهم دايما، ويساعدوكوا ويشيلوا عنكم من الحمل شويه. حتى لو هم صغيرين هيطلعوا ويتعلموا على كده. الباميه بصوا يا جماعه ناشفه معايا خالص خالص، يعني موضوع ان انا سبتها في المصفى دي تتصفى براحتها تماما، وبعد كده حطيتها في قلب الصوص.